بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهاردة معانا طريقة عمل الشاورما زي المحلات. عبارة عن نص كيلو صدور فراخ. هنبتدي نحطها على البلانشة ونقطعها شرايح رفيعة كده، بحيث اللي هي تستوي معانا بسرعة وتبقى زي الشاورما اللي هي تبقى زي الشاورما بتاعت المحلات بالظبط. هي بقى قطعناها كلها شرايح رفيعة وهنبتدي نتبلها. هنجيب بولة كبيرة نحط فيها زيت عباد. نبتدي نجيب البهارات بتاعتنا كلها، عبارة عن ملح وفلفل اسود وبابريكا وتوم باودر وكزبرة وبهارات شاورما فراخ. هنبتدي نحط الخليط ده كله مع الزيت اللي احنا حطيناه، و3 فصوص توم هناخدهم في الاخر كده نفرمهم. نزلنا الخليط كله اللي احنا عملناه ده ونبتدي نقلبه كويس ونعصر عليه ليمونة عصير. وبعد كده نقلب الخليط ده كويس مع بعض اللي احنا نقلبه تقليبة كويسة. هنمسك ال3 فصوص توم نفرمهم قبل ما نحط الفراخ. هنعملهم بالسكينة نفرمهم ونهرسهم خالص. نبتدي بس نجيبهم عشان نفرمهم مبقاش يبان في الفراخ واحنا فرمناهم اهم. بعد كده هنحطه على التوابل اللي احنا عملناها نبتدي ناخدهم تاني نقلبهم مع بعض. كده هنجيب الفراخ اللي احنا قطعناهم نحطها كلها ونقلبها كويس جدا عشان يشرب التوابل كلها الفراخ. احنا نقلبها كويس ونسيبها لنص ساعة كده عشان تشرب التتبيلة مننا. نسيبها برا التلاجة مش مشكلة، احنا بعد كده هي بس تشرب التتبيلة نص ساعة بس مش اكتر. خلاص احنا جبناها كده، عدت الفترة اللي احنا قلنا عليها. هنبتدي بقى نيجي عشان نحطها على طاسة. نحط معلقة شربت التتبيلة كويس. نبتدي نحط الزيت بتاعنا، حاجة بسيطة كده معلقة يعني مش أكتر. وهنبتدي ننزل سخنة الطاسة كويس، ونبتدي نوزع الفراخ فيه عشان تتشوى كله مع بعض. كل شوية كده بفترة والتانية كده نقلبها عشان تستوي كلها زي بعض. وهي طبعا بتبقى على نار عالية. بنبتدي بنفكها من بعض خالص عشان تملى طاسة. هنقلبها
عشان نقلبها على الوش التاني. هي خلاص بدأت هي تستوي اهي. خلاص كده، شوف شكلها روعة، عاملة زي كأنها على السيخ بتاع المحلات. هنبتدي نحط اللي احنا حطينا الخليط ده في بولة كده اهو. بص شكلها عاملة ازاي. تمام. هنبتدي بقى ايه نحطها في, ال... في السندوتشات. هنحط اللقمة الكبيرة كده ونعملها نص كده مع التومية اللي احنا عملناها في الفيديو اللي فات. نبتدي نديها نبتدي نحط ايه معلقة تومية كبيرة كده، وبعد كده نرص الفراخ فيها عشان نبتدي نفرد الفراخ فيها كلها بس كده، ونبتدي نطبقها من الجنبين ونلفها كده عشان نقفلها من الجنبين عشان ما تفتحش مننا على النار. كده هنلفها كويس. هي قفلناها كده كويس. يعني نص كيلو عمل حوالي ست سندوتشات، يعني أرخص بكتير من المطاعم ومتقفلة كويس. هنبتدي بقى نحمرها على النار. يعني كده قفلناهم كويس جدا. هنبتدي بقى ايه، نبتدي نجيب الشواية بتاعتنا، أي شواية أو أي طاسة. هنحط الشواية على النار ونبتدي ايه نحط العيش عشان يتحمص. لو في طاسة ممكن نحط نقطة زيت أو حتة زبدة ونعملها. ما عندناش شواية أو شواية. هي بدأ بص اتحمصت زي كأنك شاريها من بره، بس على حاجة كويسة، حاجة أنضف من بره اهي. نص كيلو بتاعنا عمل 6 سندوتشات اهو. وهنبتدي اهو ده 6 اهو. هنبتدي نقطع واحد منهم كده ونشوفه بعد ما خلصنا كله اهو. بص الشكل عامل ازاي اهو. ومتنسوش بقى بالاشتراك في القناة